السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأصحابي في كل مكان. معكم أحمد الشاذلي من قناة المداح. يا رب تكونوا بخير وكل سنة وأنتم طيبين. النهاردة معنا قصة حقيقية حصلت في محافظة الدقهلية. قصتنا النهاردة حصلت في عزبة عفيفي تابعة لقرية الرحمانية مركز متغمر في محافظة الدقهلية. عنوانها الفرح المسحور. يلا بينا نبتدي ومنطولش عليكم. فرح بيتحول لفيلم رعب، ده ملخص اللي حصل في عزبة عفيفي التابعة لقرية الرحمانية مركز متغمر محافظة الدقهلية. الفرح كان فرح شعبي والأمور كانت طبيعية خالص، وأهل العزبة تقريبا كلهم كانوا في الفرح، عشان فجأة تدخل واحدة ست معروف عنها الدجل والشعوذة وأعمال السحر في العزبة عشان يتقلب الفرح حرفيا رأسا على عقب. سحرة الفرح، وده اللي قاله جودة برطوم مقاول أشغال فراشة الأفراح في العزبة. وقال جودة واللي كان شاهد عيان على اللي حصل إن الست دي اسمها سحر، رمت سحرها على المعازيم في الفرح وبوظت الفرح، وده اللي خلى أهل العريس يروحوا لبيتها ويحرقوا عربيات قدام بيتها ويحاولوا يحرقوا بيتها كمان ويمسكوها. وكمل كلامه وقال انه جه من الفرح من الظهر تقريبا، وكان كل شيء على ما يرام والسعادة على وش كل اللي موجودين، وكمان كان في بوفيه معمول عشان يقدم مشروبات سخنة، إلا انه اتفاجئ على الساعة 9 زيه زي الجميع بإبريق أبيض كبير فيه تمر هندي ما يعرفوش جه منين، وتم توزيعه على أهل العريس تحديدا. بداية من العريس وأمه وأخته عشان تبدأ موجة من حالات الإغماء والهلوسة الكلامية لأهل العريس. الأمر اللي أجبر الجميع على إنهاء الفرح الساعة 10، يعني بعد ساعة واحدة بس من بداية الأحداث، وتحول الفرح لفيلم رعب تحديدا، يعني حرفيا اتحول لفيلم رعب. فكان أهل العزبة اتجمعوا عشان يشاركوا العريس فرحته في الخيمة اللي عملها قدام بيت الزوجية. وصل صوت الدي جي للعزبة كلها، واللي بالمناسبة كانت عزبة صغيرة واللي بيقدر عدد البيوت فيها بالعشرات. وأضاف جودة في مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، واللي بيقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، اللي كانوا ماشيين بالصينية كانوا عاوزين يسقوا ناس معينة وناس تانية شربت في النص. وكان أول ردود الفعل على اللي حصل هي إن العريس وقف على المسرح عشان يرجع كل اللي في معدته، وما يمرش 3 دقايق إلا ويلاقي أمه بيغمى عليها، ولما فاقت حصل لها تشنجات، وبعديها ب5 دقايق أخته هي كمان بيغمى عليها عشان تفوق على تشنجات هي كمان. وكمل جودة وقال إن خالي العريس راح جاب شيخ من قرية تانية جنب قريتهم، وبعد ما قعد مع الناس قال إن الناس معمول لها سحر ومش سهل يتعافوا منه، وإن العمل بيتجدد كل يوم، وكمان في حاجة مرشوشة لهم. وقال جودة كمان إن أهل العريس لاحظوا إن في ناس بيرشوا مية على بيت أهل العريس، وده اللي خلى أهل العزبة يروحوا بيت ساحرة معروفة بأعمال السحر وحرقوا عربيتين قدام بيتها. وبعد شوية جت عربيات الحماية المدنية عشان تطفي الحريقة، وتم القبض على اللي تسببوا في اللي حصل. وكمل كلامه وقال أول مرة أشوف الكلام ده، اللي حصل مش طبيعي. فالناس اللي تعرضت للسحر كانوا بيتكلموا كلام غريب بأصوات غريبة، أصواتهم اتغيرت تماما، وفي منهم اللي نطق بألفاظ غير لائقة مع إن ده مش طبيعهم. احنا حرفيا كنا في بيت رعب عشان يحكي العريس تفاصيل زفافه المسحور. اللي حصل في فرحي ده من علامات الساعة مش هيتنسي أبدا من ذاكرتي. في لحظة واحدة اتغير كل شيء، الفرح اتقلب لساحة حرب، ضرب وصويت من غير أي سبب معروف. وكده لخص وهبة سامي عريس الفرح المسحور اللي حصل في فرحه، واللي انتهى بحبس 8 أشخاص من أهل العزبة 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة حرق عربيات، وحبس 3 تانيين بتهمة الدجل والشعوذة. وكمل كلامه وهبة وقال اللي حصل ده شيء مش طبيعي. الكل كان فرحان، واتجمع الأهل والأحباب قدام بيتي، والكبار والصغيرين كانوا فرحانين وبيرقصوا، والدي جي مشغل أغاني شعبية والمشاريب بتنزل للمعازيم، وأنا كنت فرحان بعروستي بجد. لكن للأسف اتهدد كله في ثانية عشان ألاقي
الناس بتضرب في بعضها، محدش فاهم اللي بيحصل ده يحصل ليه. وكمل كلامه وقال: لقيت نفسي بشد العروسة عشان نمشي من المكان، والعروسة مش راضية تتحرك من مكانها. شدتها بقوة وما كانتش عايزة تتحرك نهائي. شدتها من الفستان عشان الفستان يتقطع في ايدي، وقلت لها: مش هنكمل الفرح، يلا بينا نمشي من هنا. وسط كل ده لقيت عمل الدي جي بيطلب مني اقوم ارقص مع العروسة على الاغاني، وكأنه عايش في عالم تاني، مش عايش الاحداث معانا. وامي اللي كانت بترقص من شدة الفرح لقيتها فجأة مرمية على الارض. ده غير اختي اللي بتضرب في بنت عمي وبنت عمتي اللي نكشة شعرها. وقال كمان ان اخته الكبيرة فهمت ان اللي بيحصل ده اكيد سحر طش في الفرح وعلى المعازيم، فمسكت المصحف وقرأت فيه عشان فجأة هي كمان تقع على الارض. وطلبت من حد من اللي حوالين مني ان يشيلونا انا والعروسة عشان نبعد من المكان ده، لا نخطي حاجة تانية، كفاية اللي جرى. فواحد شالني وواحدة شالت العروسة، ودخلنا من باب خلفي للبيت، ومن بعدها ما خرجناش من البيت خالص. وبهنا أحبابي وأصحابي في كل مكان نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، الفرح المسحور. يا رب يكون قصتنا النهاردة عجبتكم وناخد منها عبرة وعظة. يا ريت ما نمشيش ورا الدجالين والمشعوذين، عشان دي سكة نهايتها النار والعياذ بالله. للأسف في ناس مننا لسه بتؤمن بالكلام ده وبتحب تستخدمه، ما عندهاش فكرة ان في نهاية للكون، وفي ثواب وعقاب، وفي جنة ونار. هما مش عارفين انهم بيأذوا الشخص المقصود وكل اللي حواليه، مش بيأذوه هو بس، ممكن يتأذي حد من غير قصد، وممكن ناس تتعب عشان خاطر المقصود دوت. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من بيستخدم السحر ويضر بيه ناس بريئة ملهاش أي ذنب غير إنها طيبة، لأن اللي بيعمل الحاجة دي بيبقى شرير جدا وقصد حد طيب. ما طولش عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، واشوفكم على ألف خير في قصة تانية جديدة. سلام.